والآن احنا مع نغمة بيراميدز في اساطير والزمالك كل اللي فيه نجوم. رسميا وعاجل انتقال ناصر كوستا من نادي الزمالك لنادي بيراميدز بعقد يمتد لمدة 3 سنين ونص. ناصر اللي لما راح للزمالك طلع قال مع مهيب ان الزمالك فيه اساطير وان الاهلي او بعض الاندية الاخرى فيها نجوم ما فيهاش اساطير، ان الزمالك فيه شيكابالا، فيه شافي، فيه عمر جابر وكلهم اساطير، انما بقيه الانديه التانيه اهلي بقى اسماعيلي كلهم نجوم وكلهم ما عندهمش اساطير زي نادي الزمالك. ناصر ماهر اللي من يوم ما راح الزمالك ما عملش اي حاجه تذكر معاه ولا قدم اي قيمه ولا اي استفاده لنادي الزمالك او لجمهور الزمالك، بالعكس من يوم ما راح الزمالك وجمهور الزمالك كان عامله انجاز وكان عامله قيمه وقار، ان احنا جبنا لعيب كان بيلعب في النادي الاهلي او ان احنا خطفنا لعيب كان بيلعب في النادي الاهلي، او هم معتقدين ان هم جابوه كده من جوه النادي الاهلي وان هم انتصروا على النادي الاهلي. شفناه في كل الماتشات الكبيره قد ايه بيكون مستخبي وقد ايه بيبقى لا يذكر. شفناه في ماتشات الاهلي بيكون اسوأ لاعب داخل الملعب وبيكون اول تبديل بيطلع من الملعب، بس وقتها اتعمل عليه ضجه زي ما انا قلت لك ان هو لعيب جاي من الاهلي، رغم ان هو ما كانش جاي من الاهلي مباشر، عكس لما الاهلي بيحب يجيب لاعب من الزمالك بيروح يجيبه من الزمالك نفسه زي صفقه زيزو، انما ده كان جاي من نادي تاني، الاهلي باعوا للنادي ده وهم راحوا جابوه من النادي ده، فاتقال لك ان دي ضجه وصفقه الموسم وان احنا انتصرنا على النادي الاهلي وخدنا منهم لعيب، مع ان انت لو دورت عزيزي المشاهد هتلاقي ان هو ما كانش جاي من الاهلي مباشره اصلا. خلاصه صفقه ناصر ماهر لبيراميدز هي صفقه ماليه حتميه، يعني مش صفقه فنيه او مش صفقه الزمالك مش عايزها، الزمالك عايزها جدا جدا جدا، بس هم باعوه لسبب او لغرض المال، ان هم لازم يحلوا المشاكل الماليه اللي عندهم، فبالتالي باعوه لنادي بيراميدز ب 60 مليون، مش بالارقام ب 2 مليون و3 مليون دولار زي ما بيتقال، لا اتباع ب 60 مليون لنادي بيراميدز علشان الزمالك يحل مشاكله اللي هي وقف القيد بسبب 7 قضايا، مشاكل مستحقات اللعيبه، الاداريين، اللعيبه اللي مش راضيه تلعب، كل الكلام ده عارفينه وكل الكلام ده سامعينه، وان الزمالك مش عارف يجيب طرف رجل لاعب واحد بسبب المشاكل اللي عنده. فاول صفقه اتباعت علشان تحل الازمه الماليه لنادي الزمالك هو ناصر ماهر. طبعا عارفين ان في صفقات كتير هتتباع الفتره الجايه وكان نفسهم ان هم يرجعوا بنتاج علشان يبيعوه، بس ما عرفوش ان هم يعملوا كده وضحك عليهم وقال لهم عايزيني يعملوا عقد جديد، فبالتالي صفقه ناصر ماهر هي صفقه ماليه لحل مشاكل او لحل الازمات داخل نادي الزمالك فقط.